هل تساءلت يوما كيف يكون الموت؟ هل فكرت في ماهيته؟ إنها تجربة الاقتراب من الموت أو Near Death Experience، والتي تعد كواحدة من أكثر الظواهر العلمية غموضا. تحدث هذه التجربة بموت الدماغ وتوقفه عن العمل، ومن ثم خروج الجسد الأثيري أو الروح وتحرره من الجسد الفيزيائي، بمعنى أن يخرج المريض من جسده فيزيائيا ويحلق كطيف غير مرئي إلى عالم ذي أبعاد أخرى يرى فيه ما لا يمكن أن يراه في حياته. وبالرغم من موت الدماغ وتوقفه عن العمل، إلا أن المريض يظل واعيا يسمع ويرى كل ما يحدث حوله، وهو الأمر الذي أدهش العلماء. فمعظم من عاشوا هذه التجربة كانوا يشاهدون ويسمعون كل ما يحدث حولهم بالرغم من موت أدمغتهم. قصص تجارب الموت كثيرة جدا، وتختلف في طريقة السرد وتفسير كل شخص لما مر به. سنستعرض معا بعض القصص التي خضعت للدراسات والأبحاث المتخصصة في محاولة لكشف سر هذه الظاهرة الغامضة. التجربة الأولى: في عام 2011 نشرت صحيفة علمية تقريرا عن تجربة الاقتراب من الموت، يتضمن تجربة لرجل يبلغ من العمر 57 عاما تم نقله إلى المستشفى إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، وبينما يحاول الأطباء إسعافه بدا وكأنه فارق الحياة، توقف قلبه ودماغه تماما، مما دفع الأطباء لاستخدام الكهرباء لإنعاش القلب. وبعد إفاقته من الغيبوبة حدث الأطباء بما رأى، حتى أنه شرح ما كان يحدث في غرفة الإنعاش خلال غيبوبته، وروى تفاصيل دقيقة للغاية وسط دهشة وذهول من الأطباء. ويروي تجربته في مقاربة الموت قائلا: نظرت فوجدت امرأة غريبة أمامي لم أكن أعرفها، لكنني شعرت بأنها تعرفني، فرافقتها وتركت جسدي المريض ملقا على السرير، وشاهدت الأطباء وطاقم التمريض، وكنت أسمعهم وهم يتحدثون إلى بعضهم، حيث قال أحدهم: اصدم المريض مرتين، وكنت حينها أنظر إلى جسدي الممدد على السرير. تحقق الأطباء من التفاصيل التي وصفها عن الغرفة وطاقم التمريض ليجدوا أن كل ما رواه الرجل صحيحا تماما، ووصفه كان دقيقا للغاية. الأمر الذي أثار دهشتهم هو أنه من المفترض أن يفقد وعيه تماما بمجرد موت الدماغ، والدماغ مات بالفعل بعد موت القلب ب20 إلى 30 ثانية، فكيف أمكنه وصف أحداث تمت في أكثر من 4 دقائق بعد موت دماغه وقلبه؟ التجربة الثانية: تجربة ترويها لنا الدكتورة بيني سارتوري، الخبيرة والباحثة في تجارب الاقتراب من الموت، والتي قضت أكثر من 15 سنة في البحث في هذه الظاهرة. صاحبة التجربة امرأة تدعى راستي، دخلت إلى قسم الطوارئ إثر أزمة ربو ألمت بها، وبعد إفاقتها من الغيبوبة تحدثت إلى الممرضة وروت لها ما مرت به، وهي لا تدرك ما حدث، قائلة أنها شاهدت الغرفة بشكل كامل من الأعلى، ورأت جسدها ممددا على سرير المستشفى، ثم غمرها ظلام حالك تبعه ظهور ضوء شديد ظل يسحبها نحوه، كما أنها التقت بأشخاص لا تعرفهم، لكنها شعرت بالأمان معهم تماما كما لو كانت تعرفهم من قبل، وغمرها شعور بالسعادة والارتياح لا يمكن وصفه، إلى أن أمرت بالعودة لأنه لم يحن وقت موتها بعد، فعادت في ضيق. قد تبدو القصة مجرد هلاوس وخرافات، لكن هناك ما يثبت حقيقة تجربتها. فمن ضمن التفاصيل التي ذكرتها المريضة عن رؤيتها للغرفة بشكل كامل أنها شاهدت مصيدة فئران أعلى الدولاب الموجود بالغرفة، ولاحقا تحققت الممرضة من الأمر لتجد أن هناك مصيدة فئران أعلى الدولاب بالفعل، فكيف شاهدته وهي لم تدخل الغرفة إلا وهي ممددة على السرير تصارع المرض؟ التجربة الثالثة: رجل إطفاء يدعى جيك كان يعمل ضمن أحد فرق مكافحة الحرائق المتخصصة بحرائق الغابات. يروي تجربته الفريدة التي حدثت عام 1989 عندما كان يعمل مع فريقه على إطفاء حريق اندلعت بأعلى إحدى الجبال، وفجأة تغيرت الرياح وتوجهت النيران باتجاههم، وبدأت في التهامهم واحدا تلو الآخر، لم يكن هناك وقت للهرب. يروي جيك تجربته قائلا: بدأ الأكسجين يتناقص تدريجيا حتى أدركت بأني أموت، ورددت في نفسي:
أنا ذاهب للموت، لا أتذكر شيئا بعد تلك اللحظة، حيث وجدت نفسي فجأة أطفو فوق جسدي الملقى على الأرض، وبدأ الشعور بالألم والاختناق يتلاشى ليحل محله الشعور بالسكينة والسلام. لقد كنت أنظر إلى جسدي وأتأمل جثث زملائي، حتى وجدت أطيافهم تحلق فوق أجسادهم مثلي. الشيء الأكثر غرابة هو أن أحد زملائي لديه عيب في قدمه. شاهدت طيفه وهو يطير فوق جثثه بقدم سليمة، فصرخت فيه: انظر يا خوسيه إلى قدمك، إنها سليمة. ليظهر بعدها ضوء شديد كان أكثر إشراقا من ضوء الشمس، ولمحت بعدها جدي المتوفي وتحدثت إليه. عندما كنت هناك كان كل شيء يبدو رائعا، وروحي كانت حرة تماما. شعرت وكأن كل شيء بلا حدود، وعندما عدت لجسدي الفيزيائي شعرت بضيق وعدم ارتياح. وددت لو أخرج من هذا الجسد ولا أعود إليه أبدا. أنا أشعر أني مقيد داخل هذا الجسد. بعد الحادث تواصل جيك مع زملائه، واكتشف أن عددا كبيرا منهم عاش التجربة ذاتها وسط ذهول ودهشة بالغة، فقد كان يعتقد كل من مر بهذه التجربة أنه الوحيد الذي عاش هذا الحدث الغريب. التفسيرات العلمية. تعددت الآراء في المجتمع العلمي حول حقيقة هذه الظاهرة ما بين إنكار وتأييد، ففريق يؤكد أن الأمر محض هلاوس سببها التخدير ونقص الأكسجين بالدماغ، وأن هذه الرؤى سببها الخلفية الدينية للذين مروا بهذه التجربة، ولكنهم نسوا بالطبع أن بعض الملحدين أيضا مروا بنفس التجربة، أي أن الأمر لا علاقة له بأفكار دينية مخزنة بالعقل الباطن أو ما شابه. فريق آخر يرى أن التجربة أكثر تعقيدا من أن تكون مجرد هلاوس، فكيف يمكن أن تتشابه الرؤى إلى هذه الدرجة بالرغم من اختلاف هويات وديانات وثقافات من عاشوها؟ فالأمر يحتاج للمزيد من الأبحاث والدراسات المتعمقة لفك غموض هذه الظاهرة. وربما يكون أغرب ما في هذه التجربة هو أن المكفوفين الذين مروا بهذه التجربة تمكنوا من الرؤية خلال هذه التجارب، وهو ما يزيد من غموض وغرابة الأمر. وتعد الدراسة التي قام بها الدكتور سام بارانيا مدير مركز بحوث الإنعاش في جامعة نيويورك بالاشتراك مع 17 مؤسسة علمية هي أهم الأبحاث التي أجريت على تجربة الاقتراب من الموت، وبتحليل أكثر من 2000 حالة أصيبت بالسكتة القلبية، وذلك على مدى 4 سنوات من الدراسة والبحث. فتبين أنه بالرغم من أن الدماغ يتوقف عن العمل بعد توقف القلب بمدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 ثانية، إلا أنه في حالة تجربة مقاربة الموت يظل الوعي موجودا ويمتد لمدة قد تصل إلى 3 دقائق بالرغم من توقف الدماغ عن العمل. كما أشارت التقارير إلى أن الآلاف من الأشخاص عاشوا هذه التجربة حول العالم، ولكن بسبب غموضها اعتبرها البعض تجربة فردية أو هلوسات، ولم يصرح بها أغلبهم خشية أن يتهمون بالجنون. كما أن جميع من مروا بالتجربة شاهدوا مواقف حياتهم تمر أمامهم بشكل بانورامي، كما شاهدوا أيضا الضوء ذاته الذي سحبهم باتجاهه، مع اختلاف في الانطباعات والمشاعر. فالبعض وصف مشاهد تبدو مرعبة كتعرضهم للتعذيب أو إغراقهم في مياه عميقة، والبعض الآخر عاش مشاعر إيجابية لدرجة أنه لم يكن يريد العودة. متابعين الأعزاء مشاهدي قناة متع عقلك، التزاما منا بتقديم كل ما هو شيق ومفيد لجمهورنا الكريم، قررنا افتتاح قناة جديدة تابعة لقناتكم متع عقلك تحت عنوان متع عقلك شخصيات، لتتناول السيرة الذاتية والحقائق الخفية لعدد ضخم من الشخصيات العالمية التي تركت أثرها في العالم الذي نعيش فيه الآن. شخصيات سياسية ورياضية وفنية وعلماء، لتكون القناة الجديدة بمثابة مكتبة مفتوحة يمكنكم من خلالها إيجاد السيرة الذاتية لأي شخصية تحب أن تتعرف عليها أكثر. ندعوكم الآن للاشتراك بالقناة الجديدة ودعمها كما دعمتم قناتكم متع عقلك دائما، وبدعمكم وصلنا إلى مكانة متميزة لا فضل لنا فيها، إنما الفضل لله عز وجل ثم لمتابعين الأوفياء.
ولكن هل تساءلت يوما ماذا يحدث لهذه الطبقة المغلفة لروح بعد أن تعود روحك إلى خالقها؟ جسدك يأكل